اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، والنهارده هنتكلم عن موضوع طبي مهم جدا وبيجي لي في عياده الاطفال يوميا تقريبا، ومع الاسف ناس كتير بتاخده باستهانه رغم انه ممكن يسيب مشاكل على المدى الطويل، وهو التهاب البول عند الاطفال. مش كل الم بطن هو الم في المعده، ولا كل حراره هي دور برد، ومش كل بكاء بعد التبول يبقى تسلخات. اوقات بيكونوا ورا الاعراض دي التهاب في مجرى البول، ولو ما تشخصش بدري ممكن ياثر على الكلى نفسها. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم على العلامات اللي لازم تخلينا نشك في التهاب مجرى البول، امتى الموضوع يكون خطير، وايه التحاليل المطلوبه حسب عمر الطفل، والاهم ازاي نحمي اطفالنا من تكرار الالتهاب ده. يلا بينا نبدا. مبدئيا ليه التهاب مجرى البول مهم وما ينفعش نطنشه؟ لان الكلى عند الاطفال عضو حساس جدا. اي التهاب بيتكرر او بيتاخر تشخيصه ممكن يعمل ندبه صغيره في الكلى، والندبه دي على المدى الطويل ممكن تسبب ارتفاع في ضغط الدم او ضعف في وظيفه الكلى نفسها، مع ان اغلب الحالات بسيطه، ولكن التاخير هو اللي بيعمل المشكله. علشان كده لازم نعرف العلامات اللي تنبهنا ان ممكن يكون في التهاب في مجرى البول. العلامات دي حسب عمر الطفل. خلينا نبدا باول سنه من عمر الطفل، وهي اصعب مرحله ممكن نشخص فيها التهاب مجرى البول. الرضيع ما بيعرفش يقول ان في حاجه وجعاه، فبتظهر عليه اعراض ممكن تكون غامضه، زي حراره من غير سبب واضح، عدم رضاعه كويس، نوم زياده او عصبيه زياده، ترجيع متكرر، ريحه البول غريبه، او عدم زياده في الوزن. دي اعراض كتير من الناس بتفتكرها نزله برد، لكن الحقيقه انها بتكون التهاب في مجرى البول. بعد سن سنة الأعراض بتبقى أوضح شوية، زي ألم أثناء التبول، الطفل بيعيط أو يمسك نفسه، يكون في تقطير أو تكرار في الحمام، ألم أسفل البطن، ألم في الجنب لو الكلى متأثرة، البول يبقى متعكر أو ريحته قوية، التبول لا إرادي فجأة بعد ما الطفل كان متظبط. البنات هنا على فكرة لازم ننبه إنهم أكثر عرضة من الأولاد بسبب الطبيعة التشريحية بتاعتهم، وده مهم جدا نفهمه خصوصا عند البنات اللي عندهم التهاب في مجرى البول بيتكرر. دلوقتي نروح للجزء اللي يهم كل اب وكل ام. امتى بقى اعتبر الموضوع خطير؟ في 4 مواقف لازم نتحرك فيهم بسرعه. لو في حراره عاليه مع رعشه في الجسم، ده ممكن يشير ان الالتهاب ده طالع للكلى. لو في قيء شديد والطفل مش قادر يشرب، هنا في خطر جفاف. مع عدم القدره على العلاج بالفم، ممكن مع التهاب مجرى البول ياثر على وظيفه الكلى. لو طفل اقل من 3 شهور وعنده حراره، دي حاله طارئه. اول شيء لازم نستبعد التهاب مجرى البول. لو في التهاب بول متكرر، لو حصل 3 مرات او اكتر، لازم ندور عن سبب. طب يا دكتور هنعمل ايه ساعتها؟ يعني ايه التحاليل اللي الدكتور ممكن يعملها، وايه الفحوصات او الاشعاعات اللي الدكتور ممكن يطلبها؟ التشخيص الصحيح يا جماعه مش اي تحليل بول وخلاص. تحليل البول طبعا مهم جدا، ولكن لازم يكون من نص التيار بتاع البول، العينه تبقى نظيفه خصوصا عند البنات. كأطباء أطفال بنطلب حاجة اسمها يورين كلتشر أو مزرعة البول، دي أهم خطوة، دي اللي بتحدد نوع البكتيريا والنوع المضاد الحيوي المناسب. 3 بنطلب موجات صوتية على البطن، مش شرط نعملها في كل طفل، ولكن بنعملها للأطفال اللي بيحصل عندهم التهاب أكتر من مرة، او لو الطفل اللي جاله التهاب في مجرى البول وهو اقل من سن سنه. رابعا بنعمل اشعه بالصبغه اسمها MCUG، دي بنعملها لو شاكين ان في ارتجاع بولي اللي هو الVUR، وخصوصا لو الطفل جاله التهاب شديد قبل سن سنه. واخيرا اشعه الدمسا سكان، ودي اللي بتكشف لنا اذا كان حصل ندبات في الكلى من الالتهابات اللي قبل كده ولا لا. طب ليه بعض الاطفال بيبقى عندهم التهاب بيتكرر واطفال تانية لا؟ وهل ده خطر؟ طب وازاي نمنعه؟ أسباب التهاب البول المتكرر عند الأطفال أشهرها وأكثرها شيوعا هو الإمساك المزمن عند الأطفال. ليه بقول كده؟ لأن الإمساك المزمن بيخلي القولون والمستقيم مليانين بشكل تقريبا مستمر، وده بيخلي البول إلى حد ما يتم حبسه داخل المثانة عن طريق إن الأعضاء دي بتضغط على المثانة، وبالتالي لما يتراكم البول جوه المثانة ده ممكن يزود قابلية الطفل إنه يجيله التهاب في مجرى البول. 2 الارتجاع في البول او الVUR، ان يكون الطفل بدل ما البول بيمشي في المسار الطبيعي بتاعه، لا يبتدي جزء منه يسرب ويطلع على فوق. 3 عدم شرب سوائل او حبس البول لفترات طويله. تغيير الحفاضات المتأخر، وعند البنات المسح الخاطئ بعد الحمام، يعني المسح من الخلف للأمام، وده غلط، المفروض ان يكون من الأمام والخلف. علشان كده لازم نفهم ان مش دايما التهاب مجرى البول هو عدم نظافة، لا ساعات بيكون في سبب طبي لازم نلاقيه. نروح بقى لأهم جزء عملي، وهو ازاي نحمي أطفالنا من تكرار الالتهاب ده. أولا يا جماعة شرب المية. الطفل لازم يشرب بانتظام، لان الميه دي بتغسل مجرى البول.
2 تغيير الحفاضات بسرعة خصوصا عند البنات وقلنا بسبب الطبيعة التشريحية بتاعتهم. 3 عدم حبس البول وتعويد الطفل انه يدخل الحمام كل ساعتين 3. و4 علاج الامساك، لان زي ما قلنا الامساك بيضغط على المثانة ويعمل التهابات متكررة. و5 الاهتمام بنظافة المنطقة، طبعا بدون مبالغة وبدون انواع صابون قوية. ومهم جدا يا جماعة ان الطفل حصل له التهاب بقى نعمل له متابعة دورية عند طبيب الاطفال، لان في بعض الحالات بعض الاطفال بتحتاج جرعة صغيرة من المضاد الحيوي كجرعة وقائية يوميا لفترات طويلة. في النهاية يا جماعة التهاب البول عند الاطفال هو موضوع بسيط لو اتشخص بدري، وممكن يكون خطر لو اتأخر. خدي دايما بالك من الاعراض خصوصا لو الطفل صغير او الحرارة من غير سبب واضح او بيعيط وقت التبول. الوقاية بسيطة والتشخيص ابسط، ولكن التأخير هو اللي بيسبب المشكلة. ولو حبيتوا الحلقة شاركوها مع اي اب او ام ممكن يكون عندهم طفل صغير علشان نبدأ حماية الطفل بالوعي مش بالخوف. ولو عجبتكم القناة اشتركوا علشان توصلكم الحلقات الجديدة بتاعتنا اول باول. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.